السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى نجيل إن شاء الله حاجة في قناتكم يوميات غاوي باتش. هو بس العصفور مستني لما يقف كده، أيوه، عشان نعرف نصور. النهارده يا جماعة إن شاء الله نتكلم في نقطة مهمة أوي 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 أوي. بفضل الله الدكر ده بفضل الله خلاص اتباع وراح لمستر خالد، راجل محترم العزيز على قلبي جدا جدا جدا، الراجل المؤدب، راجل خلوق. اللي بجد هو بقى ده اللي الواحد بيدور عليه في الهواية يا جماعة، سواء بتبيع حاجة أو بتشتري حاجة. بفضل الله الكلمة ال يعني عارفين انتوا لما تتعاملوا مع حد كده هي بكلمه واحده، يعني بفضل الله اللهم لك الف حمد وشكر. اخر الناس اللي زي دي هي الواحد مش عايز يبيع ولا يشتري لاكتر من الناس دي. يعني دايما خلي عندك دايما كده هدف وتارجت انت وانت بتتعامل في الهوايه. ما يبقاش كل الفكره ان ابيع وخلاص لاي حد او اشتري وخلاص من اي حد، المهم الاقي طلبي. لا صدقني، لو فكرت بالفكر ده او بالنمط ده والله العظيم هتفشل في الهوايه. ليه يا مصطفى؟ ما هو عنده طلبي، ما هو هو طالب حاجه وهي عندي. ما هو صدقني ساعتها كده الامور بتتقسم بالشكل اللي انت حاسبه ده. مش ان انا مجرد ان انا اخد عصفور من حد ولا ادي عصفور لحد. يعني صدقني دايما انا حتى بقولها دايما وهي في بقي دايما، والناس اتعاملت معايا عارفه القصه دي. انا قبل ما اشتري العصفور بشوف صاحب العصفور. طب يا مصطفى احنا هنناسب الناس؟ لا مش هنناسب الناس ولا حاجه. بس بفضل الله دايما لما بيكون في احترام وخلق وتربيه وناس عندها امانه وتتقي الله وعارفه ربنا، فيما بعد بقى بفضل الله بتصير سواء الراجل ده كان محترم وانت ربنا رزقك بحد محترم، بتصير علاقه محترمه جدا جدا لوجه الله. لكن لا قدر الله لما يكون انسان مش محترم وما يعرفش ربنا، وانسان اهم حاجه عنده العصفور واسلوبه وحش والفاظه مش حلوه، ده كله ما يبقاش حلو ليك انت صدقني. ف فاوعى تحسب القصه دايما دايره او ماشيه بشكل انت متوقعه ان هو خلاص ده عصفور وراح لحاله، او خدت منه او اخذ مني. لا، انت سعادتك لو يعني لو للاسف اشتريت او بعت لحد مش محترم او مش صادق او ما عندوش امانه او ما بيتقيش الله، صدقني هتبقى وجع قلب. يعني هو العصفور ممكن يكون خد منك عصفور ما فيهوش اي حاجه وما فيهوش مشكله ومستلمه سليم بفضل الله، اول شغله زي الذكر لا قوه الا بالله، القمر اللي واقف قدامنا ده، وهو ربنا رب يديله خيره وحلاله. والذكر ده على فكره انا كنت مخليه ليا بفضل الله، بس هو عشان راجل محترم وراجل واحد اتعامل معاه بمرض الله وشاف منه كل احترام وتبادل اخلاق بصراحه. يعني اخلاقه عاليه قوي 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 مستر خالد ده. فعارفين اللي هو مش فارقه بقى، بس كلها ريش وكلها روح وهوايه، فهو مش خساره فيه. بص ما شاء الله العصفور حجم ازاي ولا قوه الا بالله، ولسه اول شغل بفضل الله بصحته لا قوه الا بالله. بصوا ما شاء الله العصفور حجمه والجولدن اللي فيه ربنا رب يديله خيره. العصفور ده لا قوه الا بالله على الطبيعه قوي جدا. فهنا بقى هنا اللي بنتكلم فيها دي الهوايه، وهي دي روح الهوايه. لما بتلاقي الحد اللي انت بترتاح له في المعامله، سواء بتشتري او بتبيع، هي بتبقاش فارقه بقى هنا فلوس. والله انت لما هتيجي تحسبها كهاوي مش هتلاقي فرق فلوس كتير، ومش هتفرق سواء عندك او عنده مطاله زي ما بيقولوا بالبلدي. انت هو تعشم في حاجه، انت تعشمت في حاجه، كل دي بتبقى امور سهله وبتبقى بتعدي. لكن للاسف لما بتقع في حد مش محترم بتحط نفسك في وجع دماغ وقصه فاشله كده هي ملهاش لازمه، وفي الاخر دي هوايه وده عصفور. فتبص تلاقي الموضوع بيتعرض بقى ان انت بعد ما كنت هاوي حابب الهوايه، يجي انسان او شخص ما يكرهك في الهوايه ويكرهك في تربيه الطيور زينه، ويخليك تفقد سيطرتك على اعصابك وممكن تفقد لسانك، وتوصل لحتت انت تبص تلاقي نفسك انت مش كده. فايه اللي وصلني لكده؟ بسبب واحد مش محترم او ما عندوش ضمير وقعني ان انا ابقى شبهه في طريقه التعامل وفي الكلام. لا، احنا النهارده بنقول اختار صاحب العصفور قبل العصفور. ما تفرحش بالطفره، ما تفرحش ان انت لقيت اللي انت عايزه، يا ده خلاص انا لقيت اللي انا عايزه. لا يا حبيبي، الدنيا مش عمرها ما تبقى كده. صدقني الدنيا عمرها ما تبقى كده. لما بتلاقي ناس محترمة دايما الناس دي تكسبها، ودايما الناس دي تتشرف بيها. لان صدقني احنا هاويين، انا دايما بتكلم بلسان كل هاوي، وانتوا عارفين مبدئي في الهواية هعيش واموت لغاية اخر نفس في حياتي. انا هاوي بعشق الطيور، انا هاوي بعشق الطيور. الجانب المادي او الجانب التجاري كده كده مقضي بفضل الله، لان انت كل ما بتبقى هاوي وتربيتك للعصفور بفضل الله بتطلع وبتنتج بعد توفيق ربنا عصفور محترم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، صحه وريش نظافه، ما فيش مشاكل في عينه، ما فيش مشاكل في الاظافر، الكير، فتحه المناخير ما فيهاش اي برد. العصفور لا قوه الا بالله مش مسيف مش ضعيف، صحته لما انتوا زي ما انتم شايفين كده لا قوه الا بالله. هو بيتكلم عن نفسه، العصفور بيتحدث عن نفسه. بصوا ما شاء الله لما نفض ريشه دلوقتي، صحه العصفور بتبان يا جماعه، نظافه العصفور بتبان، خدمتك للطائر بتبان. انت هنا بتبان بقى انت هاوي نظيف ولا للاسف سامحوني هاوي مش نظيف. يعني ايه هاوي مش نظيف وهاوي نظيف؟ انت بتبص تلاقي ناس النهارده انا بشوفها على الفيسبوك يبقى عرض عصفور، للاسف العصفور جميل جدا جدا جدا، بس هو للاسف
من غير ما يقصد ومن غير ما ياخد باله نقل لنا الصورة الكاملة اللي هو بيربي الطيور بيها. يعني انا ممكن هعرض لكم صورة عصفور شفته، مش عارف بقى انا هفكر شوية برضك اعرضه ولا لا، بس انا طبعا ما اقصدش خالص ان انا اجرح في الشخص، او ان انا اقصد ان انا اضايق في الشخص، او ان انا بنتقد الشخص، لا. انا بنتقد التصرفات، ما بنتقدش الشخصية يا جماعة، بنتقد تصرفات. العصفور جميل، وممكن يكون عصفور مميز، وممكن يكون لونه كويس كويس جدا، وممكن يكون العصفور تقليبه قوي جدا، بس للأسف بطريقة تصويرك وبطريقة المكان أو البيئة أو المناخ اللي العصفور أنت صورته لي، بمجرد صورته لي في شيالة الأرضية متبهدلة ومزبلة، أنت خلاص نقلت لي الصورة كده، أنا هبتدي أتخيل وأتوقع كهاوي. بمجرد أنت لما أنت مصوره لي كده في شيالة بالمنظر ده، بالمنظر ده، يبقى انت بتربي اصلا في العصافير في مكان عامل ازاي؟ او تلاقي حد مصور لك قفص عصافير الارضيه رايحه في 60 داهيه. يعني ايه يا مصطفى؟ يعني الاكل عليها بيتكم والفضلات بيتكم، وواضح ان ما بيتغيرش الجرار لمده جامده جدا، والعمليه بايظه. لا، ما انا كده اخاف العصفور ده كده ناقل مرض وناقل عدوى وناقل بكتيريا وناقل فيروس، المكان عندك مش مؤهل. لمجرد ما انا هاخد منك طير، الطير ده هيروح عندي يجي في المكان او في البلكونه او في مزرعه، للاسف هيبقى هو جاي بالمرض معاه والعدوى معاه، للاسف هيقضي لي ممكن على المكان عندي. ودي شفتها من كام شهر، حد حبيبي محترم كان اخد مني عصفور، وفوجئت لقيته بيشتكي جدا جدا جدا. مالك؟ قال لي اصلا للاسف خدت من حد طير كان فيه مشكله او في فاش، الله اكبر، ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ كل الناس. فقال لي بوظ له الدنيا والعصافير عيت والعصافير ماتت. فده اللي بنتكلم فيه، نظافتك من نظافة تربيتك، من نظافة المكان اللي انت بتعيش فيه، من نظافة كل حاجة. اللي يا جماعة البني آدم اللي هو نظيف دايما، او اللي بيهتم بنفسه وبيحافظ على النظافة الشخصية، هتلاقيه هو بيهتم غصب عنه بطيوره، وبيهتم بنظافة طيوره والمكان بتاعها يبقى عامل ازاي، وبيهتم دايما ان الطيور تبقى في احسن حال. ما تقنعنيش هتقول لي يا مصطفى طب ما انا ممكن بقى لما اجي اصور اعمل كده واصور باجمل مكان واصور في مكان نظيف، لكن انا مش مكان عندي مش نظيف. مش هتعرف من شبع على شيء شبع عليه. هتلاقي غصب عنك الغريزه بتتحكم، انت غصب عنك من جواك مهمل ومش بتحافظ وما بتنظفش وما بتهتمش، هتبص تلاقي غصب عنك الغريزه بتتحكم، وهتيجي تصور في مره هتنقل الفكر. يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الناس اللي كنت بصور لها السلكات بفضل الله بتشوفوا دهن العشوش ازاي، محافظ ازاي على الفكره، محافظ على المكان، محافظ على نظافه المكان، تغيير الميه المستمر كل يوم، صيف شتاء، ما فيش عندي الكلام التهريج ده اللي هو عشان في الشتاء غير كل مش عارف يومين ثلاثه. يا جماعه والله 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 انت اللي بايدك بتنجح نفسك بعد طبعا توفيق ربنا وكرم ربنا، وبايدك بتهلك نفسك وبتهلك هوايتك. فانتوا النهارده يا جماعه شوفوا انتوا بقى عايزين توصلوا لايه. هل هوايه ممتعه بالنسبه لكم وتبقى مصدر سعاده وبهجه وتوصل لمستويات قويه جدا؟ طيب لازم مبدئيا تكون بتعرف تربي وبتعرف تخدم. يعني ايه بخدم؟ يعني ازاي ان انا اخدم العصفوره واوصله للمرحله دي. بص لا قوه الا بالله، ده من هو زغلول الحمد لله الحمد لله بياخد الرعايه الكافيه والاهتمام، مش هو لوحده طبعا بفضل الله، المجموعه كلها والقطيع والسرب اللي عندي نفس المعامله، بس احنا بنوريكم بس بفضل الله العينه، يعني العينه بينه زي ما بيقولوا. فيا جماعه حافظوا على طيوركم، حافظوا على حاجاتكم، مش لحد ومش عشان حد يشوف يقول لك ده انت مصور اجمل عصفور ولا انت ما شاء الله اجمل، لا، لنفسك الاول. هو انت دايما لما بتربي او بتستمتع بهوايتك هو انت بتستمتع عشان الناس هي اللي تستمتع؟ لا لا سعادتك. انا عن نفسي كمصطفى لا، انا اهم حاجه استمتاعي الشخصي. لازم اشبع رغبتي في هوايتي والجميله دي واحس ان انا مبسوط. طول ما انا هبقى مبسوط ومهتم بهوايتي هينعكس على اللي بيشتري مني وعلى اللي بيشوف طيوره، حتى لو مش هيشتري. القصه مش بقى وشراء، انتوا فاهمين يعني. فاللهم لك الحمد، ربنا يبارك لمستر خالد في الذكر اللي رايح له ده، ربنا يدي الجميع الخير ونتمنى جميع التوفيق. وما تنسوش دايما الهوايه نوايا، ولو الفتح حلو فاللي جاي احسن. ما تنساش لو عجب المحتوى تعمل اشتراك ليك اصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معاكم اخوكم مصطفى، نشوفكم ان شاء الله على خير على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.